السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. انتهت أولى مباريات دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء، في انتظار المباريات الأخرى ليلة الأربعاء ليكتمل الشطر الأول من الحكاية. المباراة الأولى التي جمعت بين باريس سان جيرمان والعملاق البافاري بايرن ميونخ شهدت المباراة في الشوط الأول سيطرة واضحة للفريق الضيف على أطوار اللقاء، في حين اعتمد باريس سان جيرمان على الهجوم المرتد، إلى حين تلقى الهدف الأول عن طريق كينغسلي كومان بعد أن انتفض باريس سان جيرمان مع دخول النفاث كيليان مبابي الذي سجل هدف وألغي بداعي التسلل. وفي هذه الفترة أضاع باريس سان جيرمان فرصا بالجملة، إضافة إلى افتقاد ثلاثي الإم اللمسة الأخيرة، وخصوصا نيمار جونيور الذي كان يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم. إذن هي مباراة أوفت بكل العهود، الأهداف كانت حاضرة وفرص بالجملة ضاعت في انتظار موقعة الأليانز أرينا التي ستكون جحيما على أمراء عاصمة الأنوار الذين فشلوا في اجتياز الامتحان الأول في انتظار الثاني. وأما بالنسبة لمباراة توتنهام الإنجليزي والبيج ميلان الإيطالي، فلم يسلم توتنهام من لدغات الروسونيري عن طريق إبراهيم دياز. استحوذ النادي الإنجليزي بالطول والعرض، إلى أن النجاعة الهجومية كانت في صف البيج ميلان في انتظار موعدة الإياب في العاصمة لندن. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. إلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.